السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصحابي وحبايبي عاملين ايه؟ كل المهتمين بالاعلان العاشر غرب المطار، احنا النهاردة تاني جولة لينا ان شاء الله. هنروح غرب المطار الاعلان العاشر اللي هو 90 متر اكتوبر الجديدة. طبعا كتير قوي كانوا حاجزين، ودي بداية الاستلام ان شاء الله. كان لينا فيديو قبل كده، تقريبا الفرق بينه وبين الفيديو دوت شهر بالظبط، 30 يوم. فاحنا رايحين النهاردة نشوف في تجديد، في تطوير، مفيش في شغل، مفيش في فرق ما بين الزيارة الأولانية والزيارة التانية. طبعا أنا لسه يعني رايحة اهو معاكم، معرفش طبعا إذا كان في تطوير وتجديد ولا لأ. فاحنا ماشيين في الطريق كده زي ما احنا شايفين مع بعض. احنا طالعين طبعا من الشيخ زايد، هنعدي على وصل الدهشور ثم صينية الواحات. بعد كده هنتجه الاتجاه بقى الطريق بتاع اكتوبر الجديدة غرب المطار. زي ما انتوا شايفين كده احنا ايه لسه اهو ماشيين في الطريق بتاعنا، وهنشوف بقى ايه الدنيا فيها ايه. واول ما نوصل كده لاقرب مكان هنبص بقى ونشوف في تعديل مفيش، واحنا هنتابع كده مع بعض ونشوف. احنا كده لازلنا بقى في العمار كده، ماشيين الكوبري. طبعا احنا قلنا مسافة 40 كيلو من زايد لغرب المطار، 40 كيلو، يعني حوالي بتاخد معانا ساعة الا ربع تقريبا. هنعدي على مصنع فينوس بتاع اللمبات. هنعدي على شركة الدخان، قبلها كان في كارفور برضو. بعد كده زي ما احنا شايفين على جانبي الطريق كده الدنيا فاضية خالص، مفيش اي حاجة. وطبعا لسه لازلت بنصحكم ان اللي يروح بدري ويمشي بدري ويخلص مشواره بدري. طبعا لان الطريق غير ممهد زي ما احنا شايفين كده. احنا هو ده ايه معديين اهو زي ما قلنا شركة الدخان وفينوس. بعد كده هيقابلنا بقى الارض بتاعة الجهاز، مكتوب عليها جهاز التنمية والمشروعات العمرانية كده. بس عشان تبقوا عارفين ان احنا ايه الطريق وماشيين صح، والنظام بتاعنا ايه، وهو هو نفس الطريق اللي خدناه المرة اللي فاتت في الزيارة الاولانية. طبعا هيقابلنا نقطة تفتيش. بعد نقطة التفتيش في مزلقان بتاع القطر. بعد مزلقان القطر بقى بنحود شمال، دي بقى بداية المشروع بتاع الإسكان الاجتماعي. الفيديو السابق بقى احنا اتكلمنا مع بعض كده يعني عن المساحة، عن المكان فين بالظبط، عن الأماكن اللي عدينا عليها. المرة دي هنتكلم بتوسع أكتر. طبعا كان في خدمات كانت تشتغل وخدمات لسه ما اشتغلتش، طبعا ألقينا الضوء في الفيديو الأولاني عليها. المرة دي بقى ايه هيبقى بتوسع أكتر إن شاء الله. احنا زي ما احنا شايفين كده احنا ماشيين مع بعض، طبعا على جانبي الطريق كلها صحراء كده، بس إن شاء الله ربنا يسهل وهتتظبط. كده هو احنا الحمد لله بدأنا نخش في الطريق زي ما احنا شايفين. طبعا احلى حاجة كده واول حاجة بدأنا بيها طبعا حطوا يافطة جديدة اللي هي اكتوبر غرب المطار. في سفلتة على جانبي الطريق، بدأوا في السفلتة. فطبعا ده هيمهد يعني الطريق. زي ما احنا شايفين كده الطريق لسه جديد اهوت. وفي أعمدة النور ان شاء الله ربنا ييسر وهتشتغل. فدي اول التطورات. طبعا لما يكون 30 يوم بقى فيه كده، فطبعا دي حاجة كويسة أو مبشرة. يعني لما مثلا ما يكون في سفلتة على جانبية الطريق رايح جاي إن شاء الله، يعني ايه كانوا هم شغالين فيه وبتسفلت. عندنا اليافطة هي اللي اتكلمنا عنها، ايه منطقة غرب المطار. دي يافطة جديدة، في تشجير، في أعمدة نور، دي حاجة كويسة جدا. كده احنا دخلنا بقى ان شاء الله معاكم زي ما انتوا شايفين كده. اول ما بنعدي المزلقان بتاع القطر نعرف خلاص احنا كده يبقى ايه وصلنا الحمد لله، لان هي اقرب حاجة للمنطقة مزلقان القطر. عايزه اقول لكم ان احنا بقى طول ما احنا ماشيين زي ما احنا شايفين كده مفيش حد ماشي معانا خالص. تقريبا عربية او اتنين طول الطريق. فعشان كده برضو زي ما احنا قلنا ان احنا نخلي بالنا ونمشي بالنهار بلاش بالليل. طبعا في حاجات يعني هتقابلنا كده هتفرحكم قوي. طبعا عرفنا ان في استلام. ناس كتير كانت بتستلم، وكان الجهاز موجود، وكان في تصوير، وكان في حاجات جميلة جدا. فرحنا بيها قوي. طبعا احنا كده خلاص داخلين اهو نعطف شمال اهوت. يعني شايفين بقى الشغل اهوت والرصف بتاع الطرق.
هنقرب كده مع بعض شوية وهنشوف اهو. بداية يعني هما رصفوا الطريق العمومي، وده كمان الرصف وهو شغال امام العماير على طول. المنطقة بقى ايه، زي ما احنا شايفين اهو رصف جديد وشغالين العمال والجرارات وكل حاجة ايه تمام اهو. هنخش كده مع بعض، احنا داخلين. طبعا احنا عرفنا ان الاسكان بتاع الاعلان ال16 هيكون هناك كمان برضو، فان شاء الله يبقى الاعلان العاشر وال14 وال16 هناك في منطقة غرب المطار. فبإذن الله هتكون عمرانة وهيكون فيها خدمات كتير. والمدرسة اتسلمت الحمد لله، الجهاز استلمها فهتشتغل من اول السنة وزي ما احنا شايفين كده اهو. طبعا قلنا ان في كذا شركة، والشركات دي كلها بتتبارى مع بعضها يعني عشان يعملوا احسن ما عندهم. هنا بقى البداية تعتبر هي دي نقطة البداية بقى هناك في ايه، او نقطة الخدمات بالنسبة لمنطقة غرب المطار. هنا بقى الفرن والسوبر ماركت والجمعية الاستهلاكية دي الحاجة الجديدة بقى اللي هتفرحكم. بصوا احنا اليوم دوت كان فعلا ده شركة سهمود، كانوا خلاص بينضفوا المكان عشان يتسلم. طبعا احب اقول لكل اللي هم في شركة سهمود ربنا معاكم، الحمد لله خير والف مبروك. ودي اول شركة تسلم الشقق بتاعتها. احنا خدنا جولة برضو حوالين العماير وشوفنا الامامي وشوفنا الخلفي. وبصراحة الامامي جميل والخلفي جميل. الامامي ميزته ان هو طبعا ايه على البارك، يعني لو معاك عربية ان شاء الله تبقى حاططها ومطمن عليها وبتبص عليها. الخلفي جناين، عندكم اطفال هيلعبوا في الجنينة وتبقوا مطمنين عليهم. يعني الامامي له مميزات والخلفي له مميزات وكله جميل جدا. وطبعا كان في حاجة حلوة قوي كمان شفناها هناك، ان الشقق كانت بيتعد دهانها وتوضيبها عشان تتسلم خلاص، يعني ادوها وش نظافة. يعني اللي هيستلم ان شاء الله هيستلم على المفتاح على طول، مش محتاج ان هو يعمل فيها اي حاجة خالص او اي تعديل. زي ما احنا شايفين كده احنا بنتجول عشان نقدر نجيب يعني ايه اكبر مساحة كده قدام العماير والخلف بتاعها، عشان يعني الناس اللي حابة تعرف اكتر تلاقي اجابات للاسئلة بتاعتها. العمال كانوا شغالين على قدم وساق، كان في اليوم دوت تسليم وكان في الناس بتنظف وبتظبط ودهانات. يعني كان الشغل كان ما شاء الله عليه. فطبعا عايزة اقول لكم ان اليوم هناك بيفرق. يعني احنا مثلا في خلال 30 يوم حصلت التطورات دي كلها، فان شاء الله ربنا ييسر والناس هتستلم على خير وهيكون في تطورات اكتر واكتر يعني، وان شاء الله تعمر على طول. وطبعا عايزة اقول لكم ان يعني في بيان كده ارقام الشقق الامامي والخلفي، هحاول انزله لكم برضو عشان تعرفوا اللي يجيله الرسالة بتاعته بالتخصيص يبقى عارف رقم الشقة بتاعته ديت امامي ولا خلفي. طبعا العمارة زي ما احنا قلنا 6 ادوار في 4 شقق، يعني 24 شقة. 12 امامي و12 ان شاء الله هتلاقوا كل حاجة زي الفل وهتعجبكم جدا. كده احنا خلاص خدنا لفتنا بقى. وطبعا في خلال الجولة دي اتأكدنا ان المدارس تمام واتسلمت المدرسة والحضانة والمستشفى وحاجة في منتهى الجمال. ان شاء الله هيكون لنا جولة تانية برضو عشان اجيب لكم المقاس بتاع الشقة من جوه بالظبط، ونقدر نفكر ويبقى في اقتراحات ان احنا نعمل فيها ايه. دي زي ما قلنا كده منطقة الخدمات هناك. ده هنا بالنسبة لنا دوت هو زي ما قلنا السوبر ماركت والفرن والمطعم والكافيتيريا، حاجة بصراحة جميلة اوي. في ملحوظة بقى طبعا ايه بحب اقول لكم عليها، الغفرة اللي هم ماسكين العماير بيكونوا متواجدين هناك. يعني انت لو رايح ومش عارف عنوان شقتك فين او عمارتك فين او كده، بتروح هناك بتسأل بيدلوك على الغفير اللي ماسك المربع، اللي هو بقى يقولك او يوجهك يعني يعرفك العنوان فين. طبعا ان انت تخش ده ممنوع، يعني طبعا هم الغفرة يعني ممنوع ما بيدخلوكش.
لكن على الاقل يوصفوا لك المكان او تاخد رقمهم، وهم مثلا يعني رقم الحارس الخاص بالعمارة بتاعتك او المربع بتاعك، بتاخد رقمه وهو بيدلك يعني، او بتتواصل معاه عبر التليفون او الواتساب او اي حاجة من وسائل التواصل يعرفك بالجديد. من هنا بقى احنا اشترينا الفطار بتاعنا، وجبنا العيش من الفرن، وكنا في البرجولة اللي احنا كنا لسه معدينا عليها، فطرنا هناك وكان يوم جميل جدا. عايزه اقول لكم البرجولات جميله جدا والقعده حلوه والجو كان مشمس. وان شاء الله ربنا ييسر كده ونروح ونعمرها وكل واحد يستلم على خير. عايزاكم تكونوا مبسوطين ان شاء الله، ولو حد ليه تجربة او عنده نصيحة او يقدر يفيد اي حد من جيرانه ممكن يدخل معانا الفيديو ويوضح مثلا تجربته او يفيدنا باي حاجة، لان احنا بنستفاد من تجارب بعض. وان شاء الله خير وربنا يجعلها ادم خير. وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله بالمساحات بقى وتصوير من داخل الشقة نفسها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.